على خلفية التفجيرات التي طالت المحافظات المجاورة لمحافظة القادسية، بدأت القيادات الأمنية بتشديد إجراءاتها تحسبا لحدوث خروقات مماثلة. قيادة الشرطة المحافظة كشفت عن مباشرتها بتطبيق خطة أمنية جديدة تضمنت حظرا لسير المركبات في بعض المناطق وتكثيف الوجود الأمني في المناطق المزدحمة، كما شهدت تجديد الإجراءات في مداخل ومخارج المحافظة. مدينة الديوانية اتخذنا بها إجراءات معينة، والإجراء اللي تسأل عنه هو الحظر الجزئي للمركبات. إجراء مؤقت إن شاء الله، ونرجو من الأخوة المواطنين التعاون والتناغم معنا بهالجانب هذا. على مستوى المحافظة هنالك حظر جزئي للتجوال، هنالك إجراءات مفاجئة، هنالك كمان إضافية، هنالك مراقبة مستمرة، وهنالك توعية أيضا مستمرة حتى يصبح المواطن شريكا في مواجهة هذه التحديات. الإجراءات الأمنية شملت أيضا منع وقوف السيارات قرب الأسواق والمؤسسات الحكومية. مواطنو المحافظة تباينت آراؤهم، فبعضهم عبر عن تأييده للخطة الأمنية رغم تشكيلها عائقا لحركة السير، فيما قال آخرون إنها أثرت سلبا على مصدر رزق أصحاب المحال التجارية وسيارات الأجرة. يعني حتى لو يصير مثل حفظ الامان وهاي يصير بها تعب، ما يخالف واحد ابو تاكسي مثلا شوي عن النشاط العام، شوي بعيد عن السوق، ما يخالف. يعني صحيح شوي المواطن يتعب، بس اهم شيء حفظ الامان له. اذا يريدون يسوون تحوطات امن عن طريق الاستخبارات، عن طريق الاجهزه الامنيه الموجوده بالديوانيه، هسه هاي قطع الطرق سببت قطع ارزاق للمواطنين. هسه يريد يحفظ الامان ويقول اريد احافظ على المدينه، غير يضبط السيطرات، كان مو انا ساد لي هنا الشارع مال السوق، احط لي هنا شرطه وافتش، احط جهاز، مو يقولون هاي جبنا جهاز مو جايبين جهاز من الخارج ما ادري منين، احطه هنا وافتش السيارات، على ليش شنو هنا سادين الشوارع؟ ليش؟ على شنو؟ تغيير الأجهزة الأمنية من خططها واستراتيجيتها للحد من الخروقات الأمنية، وبحسب المراقبين لا بد أن يعتمد على أداء الأجهزة الاستخبارية في توفير المعلومة التي من شأنها إجهاض هذه العمليات قبل وقوعها. من محافظة القادسية، أحمد رحيم، قناة الرشيد الفضائية.